السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة على الجميع. صلوا على النبي يا جماعة. أنا طالع النهاردة الفيديو دوت الله يرحمك يا أم. بجد والله العظيم فعلا الواحد مستني مكالمة من أمه بس يبوس إيدها ودماغها. واحد عمل كل حاجة مع أمه، لما ربنا افتكرها حاسس ما عملش أي حاجة مع أمه. الله يرحمه. أخ زيكو والدته طالعة مع ريهام سعيد بتقول كلام. ابني ما رضاش ياخدني الاستاد، يقول لها الدنيا زحمه مش زحمه، هتيجي امتى؟ لما افضى هجيلك. تخيلوا يا جماعه، لعيبه الكوره بتصعب عليكم، نزلوا موسيقى كده مؤثره وهو بيتكلم وبيعيط. راجعوا فيديوهاتي، محدش يصعب عليكم. مفيش لعيب كوره يصعب عليكم والله، ولا لاعب يصعب عليكم، ولا مدرب. اللي يقول لك مدرب بيعيط، مدرب مكشر وتعبان وضغطه عالي من ماتش، واللاعب بيعيط وبيقطع التيشيرت والكلام ده كله. والله انا الوحيد اللي في مصر قلت لكم محدش صعب عليكم، كله بيستفيد. انت الوحيد الجمهور ما بيستفادش باي حاجه. بعض المدربين زعلوا مني وبعض اللعيبه زعلوا مني، بس دي الحقيقه باينه اهي. شوفوا الحلقه بتاعت رام سعيد والده زيكو. عشان امك يا ابني، امك ايه يا ابني انت؟ مفيش غير الام يا ابني. والله العظيم الواحد كان بيروح البيت الاول لامه الله يرحمها قبل ما يروح لبيته وعياله ومراته. والله مش كده، الحمد لله ربنا استرها معايا في حياتي يعني. الله يرحمك يا ام والله. يا جماعه ده اللي ابنه في ازمه مش فارق معاه، ويطلع يضحك ويهزر. امه عايز تروح الاستاد وتفرح ولا فارق معاه، اللي ابوه في ازمه ولا فارق معاه. هتصعب عليكم من لعيبه الكوره. الفيديو ده بجد من اصعب الفيديوهات اللي انا بسجلها، وربنا عالم بالنار اللي جوايا. واحد مستني مكالمه من امه. اللي عنده ام يشبع منها ويخليه تحت رجليها، عشان الفراق صعب قوي. ده جرح عمره ما يتقفل، مهما تكون قوتك جرح عمره ما يتقفل. الله يرحمك يا ام. محدش صعب عليكم يا جماعه من لعيبه الكوره، ولا لعيب كوره صعب عليكم، ولا مدرب. السلام عليكم.